السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ نذكر الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النهاردة هنقول لكم على طريقة مسحوق جل للغسيل الأبيض، وينفع الغسيل الملون، بس احنا هنضيف شوية حاجات انت ما تضيفيهوش لو هتعمليه للغسيل الملون. النظافة هترجع لك لو فيها بقع الهدوم البيضة عندك، هتشيلها. هتنور الهدوم البيضة، وحاجة يعني ايه، موفرة جدا ورخيصة جدا. هنعمل كمية تقضيك شهور من حاجة ممكن كنا نرميها. احنا بنعمل صابون من الزيت المستعمل، بس الصابون المرة دي زادت فيه السوائل فما نشفش معايا، وكان لسه لين زي ما انتوا شفتوه. قطعناه، جبنا صابونتين بس، قطعناهم وحطينا شوية مية وحطيناهم على النار لغاية ما كل الكتل الصابون دي فكت مع المية وبقت سايل، بقت يعني بقت حاجة سايلة معانا، عفوا. وبعد كده هنجيب زي لتر مية حطينا فيه زي ما انتوا شايفين دلوقتي معلقة ملح. ده معلقة ملح طعام. هنحط كمان كوباية مسحوق. لو انت هتعملي المسحوق الجل ده للغسالات العادية، هنحط كوباية مسحوق عادي، اوكسي برسيل اللي موجود عندك، بس مسحوق عادي. لو هنعمله للغسالات الاوتوماتيك هنحط مسحوق من بتاع الغسالات الاوتوماتيك. ممكن تجيبيه من اللي بيبيع المسحوق السايب، تجيبي نص كيلو وتاخدي منه، هيقعد معاكي فترة. احنا هناخد منه كوباية واحدة بس. هنقلب الملح والمسحوق كل ده هنحطه في المية ونقلبه. لو عندك زهرة بيضة هنحط معلقتين زهرة بيضة. انا ما كانش موجود عندي، بس برضو المسحوق اللي احنا هنعمله رهيب في النظافة. هيرجع لك ان شاء الله الهدوم البيضة حلوة كده بإذن الرحمن، وهيشيل اي صفار او اي حاجات موجودة في الهدوم البيضة. وممكن تستعمليه للهدوم العادية لو ما هنحطش فيه حاجات مش هنحطها، هنقول لكم عليها ما تحطهاش. بعد كده نجيب الصابون اللي احنا عملناه على النار مع شوية مية، ونقلبه في اللتر اللي احنا قلبناه ده، اللي هو فيه المسحوق والمعلقة الملح. في قطع صابون كانت لسه ما دابتش، فانا بالمصفى كده هتدوس عليها باي معلقة هتنزل معاكي ناعمة، فبالتالي يعني هتتقلب بسرعة. ممكن تسيبوه عادي، هو هيسيح مع يعني هيتفتفت هيبقى مع السائل عادي بعد وقت. بس انا ايه قلت بالمرة نعمله، لكن هو مش هيضر. حتى لو كان لسه في قطع صغننة زي كده مش هتضر في الغسيل، عادي هتدخل الغسالة وهتفك كلها. فانتوا ايه بالمصفى كده ممكن تعملوه، ممكن تسيبوه، هو مع الوقت هيفك، ولو دخل الغسالة كده برضو هيفك معاكي. تمام. يبقى احنا حطينا دلوقتي اللتر المية، حطينا فيه كوباية مسحوق غسيل، اي مسحوق سواء عادي او اوتوماتيك حسب الغسالة بتاعتك، وحطينا معلقة ملح طعام. ملح الطعام من الحاجات على فكرة اللي بتنظف معاكي الهدوم. وضفنا كمان شوية مية تاني، يعني كده حوالي وصلنا لحوالي 2 لتر مية. طبعا خلي بالكوا الصابون سخن فمش باين انه تقيل، لكن بعد ما تسيبوه تاني يوم هتلاقوه تقيل معاكم. بس انا عشان هو لسه جاي من على النار فدافي، فلسه ما عملش. وحطينا مع معلقتين اللي هي الزهرة البيضة. لو ما عندكيش مش مشكلة، بس هيبقى يعني حلو لو في موجود. وبعد كده هتجيبي معلقتين بوتاص، البوتاص او حجر الكترونة او الديبوشار زي ما بيسموه في البلاد العربية متهيألي. هنحطه مع شوية مية، مع كوباية مية او نص كوباية مية، وهندوب الصودا الكاوية او حجر تسليك المجاري زي ما بتسموه. وبعد كده هنحطه على نقلبه لغاية ما يفك معاه، بس نخلي بالنا هو بيطلع أبخرة فيكون نفسك بعيد، او حط كمامة، خاصة اللي بيستعملوه لأول مرة ويكون في مكان هاوي. قلبيه بعد كده وحطيه على المكونات اللي احنا عملناها، عفوا. وبعد كده هنحط بقى نزود مية لغايه ما تلاقوا معاكم ابتدى، هو لغايه دلوقتي برضه لسه دافي، فبالتالي هو لسه ما تقلش معانا، وهو لسه محتاج ميه تاني. احنا عملنا حوالي يمكن حوالي 6 لتر من المسحوق الجل.
للابيض من الصابونتين دول اللي قدامنا. حاجه كده ببلاش يعتبر، لو حسبتوها تكلفه لا تذكر خالص. كل غسله كانك ما تكلفتيش حاجه، وهتقعد معاكي شهور. يعني 6 لتر ده يقعد معاكي شهور تستعمليه. نقلب برضو، نفضل نقلب. خلي بالكم اللون الصودا قضت على لون الصابون. كان انتوا شفتوا لون الصابون في الاول كان احمر، بس سبحان الله الصودا الكاوية دي بتقضي على اللون، فاللون رجع الصابون ابيض زي ما انتوا شايفين. برضو هنقعد نقلب. هو لسه ما تقلش معايا، بعد شويه هتلاقوه تقل. ولو انت حابه تزوديه تاني هتزوديه. لو انت حابه تقيل زي ما هو عادي. انا بحب يعني حطيته وخليته وسط، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. اديكم شايفين انا عماله اضيف في ميه. الطبق ده كبير، يعني شايل حوالي اكتر من 6 لتر. يعني يا بلاش حاجة كده، بدل ما تشتري المسحوق اللي بره بالشيء الفلاني، انتي وفرت في ميزانية البيت. عملتي 6 لتر جل من صابونتين، والصابونتين دول عاملينهم من زيت مستعمل، يعني احنا مش مشترينهم كمان من بره. يعني انت الزيت المستعمل اللي بترميه طلعت منه شوفي قد ايه لتر من المسحوق الجل. تمام زي ما انتوا شايفين. انتوا طبعا لو ما عندكوش الصابون بس والله الزيت المستعمل اللي تطلعوا منه الصابون ده كنز في البيت. هتجيبوا صابونتين من بره عاديين، صابونتين غسيل او صابونتين ممكن عادي بشرة وتستعملوا، بس صابون الغسيل بيكون افضل. بصوا بعد ما سبته شوية شايفين صدف ازاي وتقل معاك ازاي. وكل ما يقعد على فكرة بيتقل. انا خليته القوام متوسط، انت ممكن تقللي المية شوية لو عاوزة اتقل من كده، بس معاكي رهيب في النظافة. هنضيف اضافة دلوقتي. لو انت هتستعمليه للغسيل الابيض هتحطي كوباية كلور. كلور للملابس البيضة او الكلور الابيض اللي هو بتاع الملابس البيضة. هتحط كوباية بس وقلبي الخليط ده، واستعملي بقى كوباية في كل غسلة. يعني انت مش هتحطي مسحوق، انت هتحط هو كلا على الاخر، هو ده المسحوق والمبيض وكل حاجة معاه. يعني انت مش هتحطي مسحوق من بره. هنحط كوباية في الغسيل الابيض، وشوفي نظافة الابيض هيطلع معاكي ازاي. اتفرجي على نظافة الهدوم البيضاء. اي بقعة هتلاقيها اتشالت، اي صفار هتلاقيه اتشال، اي حاجة موجودة في الغسيل الابيض عندك هتلاقيها ما شاء الله. اي ستار عندك بيضة اغسليه بيها. الغيارات الداخلية هتلاقي الغسيل ما شاء الله عليه. لو انت عايزة تستخدميه للملابس الملونة مش هنحط كوباية الكلور، ممكن نحط نص كوبايه كلوروكس الوان، او ما تحطوش. هو رائع في النظافه، هيطلع معاكي البقع برده كل حاجه، بس مش هيبهت على مش هيبهت الالوان معاكي، لانك انت محطتيش الكلور الابيض. لكن لو انت هتستعمليه خلاص للملابس البيضاء هنحط كوبايه الكلور الابيض. تمام. وهي كوبايه كلور على الكميه دي، يعني ما تقلقوش من الهدوم، مش هتتهري معاكي ولا هتبوظ معاكي، لان هي كوبايه على 6 لتر. يعني احنا ما حطيناش كميه، يعتبر كميه لا تذكر، بس هتديكي نظافه وهدوم ناصعه البياض باذن الرحمن. جربوا ان شاء الله، وان شاء الله تستفيدوا. والسلام عليكم ورحمه